صباح الخير عليكم خواتاتي الغزالات، نتمنى تكونوا بالف خير ويلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. كما كتشوفوا البنات، اختكم يلا فقت من الناس، يلا كنطلع الريدوات ديال الدار، فقلت علاش لا ما نشاركش معكم النهار ديالي كامل. فاول حاجه كنديرها البنات هي كنغسل وجهي بهذا البرودوي هذا. هذا البرودوي هذا راه غير عباره عن غسول ديال افروشي، راه زوين بزاف بزاف. كنغسل به في الصباح وكنغسل به قبل ما نعس. فكما كتشوفوا كيجي هكا، هو راه ماشي زرق، ها نتوما شوفوا راه ابيض، راه غير القرعه ديالو اللي زرقاء. ومن بعد كنشف وجهي هكا بفوطه، وكندير هاد السيروم هذا ديال نفس لا مارك ديال الغسول. فهذا راه سيروم كوتيديان، وراه زعما مصايب من المواد الطبيعيه. يعني انا كنديرو في الصباح من مور الاخر، يعني كي باش ما كتنشفش ليا البشره ديالي، باش كيحمي ليا البشره ديالي هكا من بزاف ديال لي زيفي. فهنايا كما كتشوفوا دابا غادي نبداو تماره البنات. فاول حاجه درت جمعت بيد النعاس، وجمعت هكا هاد البيت هذا اللي كنجلسوا فيه بزاف وكيترون بزاف. رصحابكم تجمع دغيا، راه تماره كدوز عليا عاد باش كيتجمع. فجمعته وقديته ورديت كل حاجه بلاصتها، وقديت الدار يعني اللي خاصو يتقاد. ودابا البنات كما كتشوفوا مسحنا الغبره ونضينا كلشي. ودابا البنات غندخلوا للكوزينه. اول حاجه البنات خديت واحد الكوكوط، درت فيها خيزو، القرعه الخضراء، الكروم ببطاطا، البصله بورو. قطعت كل شيء هكا في كوكوط، يعني بهذا الشكل هذا، اي خضره متواجده عندك. فانا هنايا اختكم راها صايمه اليوم صايمه شعبان، فقلت علاش لا ندير هذا الفيديو ونصوروا معكم. فزدت هنا حبه ديال البطاطا، حبه ديال المطيشه، عندي الكرومب، القرعه، البورو، يعني اي خضره عندك متواجده في الدار. اللفت، القرعه الحمراء اللي عندك في الثلاجه. غادي نضيف واحد الضامه ديال البنه كنور ديال البقري، ودرت واحد شويه د البزار وشويه د الملح، حيت راه الضامه راها مالحه، غير شويه د الملح ومغرفه ديال الزيت صافي. وغادي ندير الماء وغادي نسد عليها في الكوكوط، يعني حتى طيب ليا الخضره، وديك الساعه نطفي عليها. وهنا البنات غادي نحضر معكم واحد الكريب ساهل. عندي جوج الكيسان وربع ديال الماء دافي، جوج الكيسان وربع ديال الماء دافي. غادي نضيف الكاس الاول د الحليب والكاس الثاني ديال الحليب، جوج كيسان ديال الحليب. وغادي ندير شويه د البزار، وغادي ندير نص معلقه ديال الملح، وغادي ندير 3 ديال المعالق كبار ديال الزيت. كما كتشوفوا 3 المعالق كبار ديال الزيت. وغادي نخلط كل شيء مزيان، يعني هاد السوائل نخلطهم مع بعضياتهم. هاد الكريب ساهل ومعتمد، انا كنديرو بزاف. وغادي نضيف هنايا الكاس الاول ديال الماء ديال اسمحوا لي ديال الدقيق، والكاس الثاني. وغادي نخلط، يعني ما ضفتش دقيق دفعه واحده، ولكن ضفتو بالتدريج. درت جوج كيسان وغادي نخلط. عندكم ديروا بحالي البنات، راني درت هاد الاناء اللي كنخلط فيه صغير، ديروا شي واحد يكون شويه كبير راه عذبني. وزدت الكاس الثالث وربع، 3 الكيسان ديال الدقيق وربع. داكوغ، 3 الكيسان دقيق وربع. ومن بعد غادي نخلط كلشي مزيان، وغادي نصفي هكا باش يتحيدوا ليا هذوك الحبيبات اللي تيكونوا عندي. وغادي يولي عندي بهذا الشكل هذا، بهذا القوام. غادي نخليه يرتاح واحد نص ساعه، وعاد ديك الساعه غادي نرجع ليه. كما كتشوفوا الخضره ديال الصوبه راها طابت، يعني طابت مزيان صافي. دابا غنطفي عليها وغادي نديرها، خليتها حتى بردات، درتها في مولينكس. وزدت ليها حك ديال الطون بمطيشه، حك ديال الطون بمطيشه ضفتو، كيعطي واحد المذاق بنين بزاف. وغادي نطحنها هنا البنات. من بعد ما دازت نص ساعه، خديت واحد المقله اللي ما كتلصقش، دهنتها بشويه ديال الزيت، غير شويه ديال الزيت، وخويت فيها هكا الكريب. ومني كنحس به هكا من الجناب بدا كيطيب، كنقلبو على الجهه الاخرى، وكنخليه كيطيب. راه واخا كيدير هاد الفقاعات هادو، راه ما تخافوش منهم، راه عادي، راه عادي. وها نتوما شوفوا كتبقاو تقلبوا فيه حتى تيطيب من جوج جهات. انا كنبغي نطيبو مزيان. وكما كتشوفوا فمن بعد ما طحنتها هي وداك الطون، كتجيني بهذا الشكل هذا، وكنردها تغلى. هذه البنات، هاد الخبيزه هذه كنعمرها بالكفته هكا من الفوق. هذه راه انا كنت ديجا عندي فيديو ديالها خاص بها شاركتها معكم. فانا غنخلي لكم الفيديو، اللين ديال الفيديو ديالها في صندوق الوصف. فغادي تشوفوا المقادير ديالها، يعني ديال العجينه وديال الحشوه. كتجي رائعه رائعه بزاف. وخشيتها هكا في الفران، شعلت عليها الفوق والتحت. فالبنات من بعد ما طاب ليا الكريب كما كتشوفوا كيجي هكا، راه كيجي رقيق وكيجي خفيف وانا كندخل فيه شويه طياب ما نكذبش عليكم. فانا هنايا ما متواجدش معايا الفرماج الحمر، درت هكا غير
الفرماج اللي عندي في الدار، فانتم يمكن لكم ديروا الفرماج اللي بغيتو، والحشوه ديروا الحشوه اللي بغيتو اللي متواجده عندكم. فانا عمرتهم هكا، ما بغيتش نتنيهم على 4 حيت ما كنبغيش هذاك العجينه ديال الكريب تجيني غالبه على الحشوه، فانا كنتنيهم بهذا الشكل هذا، يعني على شكل ديال مثلثات، وكنستفهم هكا في المقله كما كتشوفوا حتى تكمل ليا الدوره. كنشعل عليهم المقله، ما تكونش عندي مجهده وما كندهنها بوالو، وكنبقى كنحمر فيهم كما كتشوفوا. كنحمر فيهم وانا كنقلب، يعني الجهه اللي تحمرات كنقلبها حتى تيطيبوا. وها انا حطيت الطبيله ديال الفطور ديالي، فاختكم اليوم صايمه، الله يقبل والله يقبل على جميع المسلمين، والله يوصل علينا رمضان بالصحه والسلامه وبكاع اللي نويتو في خاطركم البنات. فشوفوا هذه شحال كتجي خفيفه، هذه راه كتجي غزاله غزاله، راه اللي كيذوقها كتجي زوينه، وحتى الا بقات عندك كتسخنيها في البانيني كتجي احسن من اللي كتكون يلا درتيها. وهذه هي الصوبه كما كتشوفوا كتجي زوينه وكتجي بنينه. فاللي ماشي في المستطاع ديالها انها دير الكروفيت ولا دير شي حاجه، فالطون راه كافي وكيعطي واحد المذاق بنين بزاف. وكان هذا هو الفطور ديال اختكم المتواضع، راني صايمه غير بوحدي.